لو عايز تغير من وضعك المالي في 2026 فالفيديو ده ليك، مش لأي حد، ليك انت بالذات اللي حاسس انه بيجري كتير ومش بيوصل، اللي بيجي اخر الشهر ويسأل نفسه هو المال بيروح فين. تخيل معايا اننا في 2026 نفس الشخص نفس العقل، لكن شعور مختلف، شعور انك مسيطر، انك فاهم، وانك مش خايف من بكرة، احساس انك احسن نسخة من نفسك ماديا ونفسيا، مش عشان دخلك زاد فجأة لكن عشان وعيك اتغير. أنا سألت نفسي الأسئلة اللي يمكن أنت بتسألها دلوقتي. هل الخطوات دي فعلا ممكن تغير وضع المالي؟ هل ممكن تتغير حياتك أنت كمان؟ هل ممكن تساعدك تطلع من دوامة الدين والاستهلاك؟ طب هل لو فهمت أسرار المال تقدر تتحرر من الضغط والمشاكل اللي مطاردة دماغك طول الوقت؟ والإجابة الصادقة أيوة تقدر، بس بشرط واحد، إنك تستخدم الأدوات الصح. في الكتاب اللي هنقوله النهاردة أموالك أو حياتك في 9 خطوات لو طبقتهم صح مش بس هتتغير علاقتك بالمال، إنك هتعيد تعريف حياتك كلها. خلال السلسلة اللي هنعملها خطوة بخطوة هتتعلم إزاي تقلل ديونك وإزاي تعزز مدخراتك بشكل طبيعي ومن غير حرمان ومن غير ضغط. وفي الآخر القرار هيبقى في إيدك، هتفضل تشتغل من أجل المال ولا هتخلي المال يخدم شغفك وحياتك. الكلام ده مش لفئة معينة، سواء انت في آخر سنة جامعة أو موظف بقالك سنين أو حتى واحد قرب يطلع على المعاش. الأدوات دي معمولة عشان تدعمك في أي مرحلة من حياتك، لأن الحقيقة يا صديقي إن كلنا تقريبا وقعنا في نفس فخ اسمه الأكتر هو الأفضل. بنقنع نفسنا إن الموبايل أحدث هيخلينا أسعد، وإن لبس أغلى هيخلينا نحس بقيمة أعلى، وإن أي زيادة في الدخل معناها تلقائيا حياة أحسن. لكن الصدمة بقى إن الشعار ده بيقودنا لحاجة واحدة بس، وهي عدم الرضا. لو أنت بتعيش عشان تمتلك كل حاجة عمرك ما هتحس إن في حاجة كفاية. وهنا بنفقد أهم حاجة، نقطة الاكتفاء، وده أخطر فخ في الاستهلاك، لأنه فخ شكله حلو لكن نهايته استنزاف. عشان كده الكتاب ده بيقول لك إحنا محتاجين طرق جديدة نفهم بيها المال، إعادة تقييم طريقة الكسب والإنفاق. مش بس بتغير حساباتك، دي بتعيد برمجة تفكيرك وتفكير المجتمع كله. ومع اتباعك للخطوات ال9 تعريفك للحاجات الزايدة هيبدأ يتغير، وهتتخلص من الفوضى واحدة واحدة من غير ألم من غير صدمة. وأول خطوة في الرحلة دي إنك تسأل نفسك سؤال صريح: إزاي أغير الطريقة اللي بفكر بيها؟ وإيه اللي أنا محتاجه فعلا دلوقتي؟ هنا بقى بنوصل لأول خطوة حقيقية، خطوة اسمها التصالح مع الماضي. يعني إيه؟ يعني تكون مستعد تبص لعلاقتك بالمال بصدق، للقرارات القديمة وللاختيارات القديمة من غير جلد ذات. الهدف هنا مش اللوم، الهدف زيادة الوعي. والخطوة ديت في الحقيقة ليها طريقين، لو عملتهم حياتك كلها تتغير. أولا تعرف إجمالي المال اللي دخل حياتك طول عمرك، كل الدخل من أول شغل بسيط لحد دلوقتي. ثانيا تعرف صافي ثروتك عن طريق ميزانية واضحة للأصول والالتزامات. الفايدة هنا مش رقم وبس، أول فايدة إنها بتشيل الضباب اللي كان مغطي علاقتك بالمال، لأن أغلب الناس ما عندهاش أي فكرة هي دخلها كان قد إيه أصلا. والفايدة التانية إنها بتكسر أفكارك الغلط عن نفسك، زي أنا ما أقدرش أكسب أكتر، أو أنا سقفي قليل. وحتى الناس اللي بتقول أنا مش قلقان أنا بعرف أعمل مال، كتير منهم معتمد على دعم خفي. لو أنت من الناس اللي بتقلل من نفسك ومن قدرتك، الخطوة دي هي البداية، لأنك تستحق أكتر مما تتخيل. الفايدة الثالثة إنها توصلك لنقطة الصفر، نقطة البداية، بذهن صافي وثقة حقيقية. والرابعة إنها بتخليك تشوف الماضي بوضوح من غير أسرار تشوه علاقتك الحالية بالمال. كان في ست في منتصف الثلاثينيات، ربة منزل مطلقة، شايفة نفسها ضعيفة وإنها ما تستحقش، ولما رجعت تحسب ماضيها اكتشفت إنها كسبت أكتر من 50,000 دولار من شغل بسيط ومتفرغ على سنين طويلة. اللحظة دي غيرت صورتها عن نفسها، شافت نفسها
نفسها كرابحة لأول مرة وقدمت على وظائف بضعف الراتب، واللي حصل ده ممكن يحصل معاك انت كمان، لأن معرفة مقدار المال اللي كسبته بتبني ثقة مش وهمية، ثقة مبنية على واقع. دلوقتي خليني أختم معاك بمفهوم واحد لو فهمته كل حاجة بعدها تختلف. كل مرة تصرف مال حول الرقم ده لوقت، يعني مثلا مش 500 جنيه لكن 5 ساعات من حياتك. اللحظة اللي تعمل فيها كده قراراتك هتتغير تلقائيا، وهتفرق بين حاجة بتضيف لحياتك وحاجة بتهربك شوية وترجعك أفقر بعدها. وهنا نقطة التحول الحقيقية يا صديقي. قبل ما تفكر تزود دخلك افهم دخلك الحالي، اعرف المال بيدخل منين وبيخرج فين، مش إحساس أرقام، لأن الأرقام ما بتكدبش، والحقيقة رغم إنها موجعة هي أول طريق للحرية. الهدف مش إنك تبقى غني بسرعة، الهدف إنك تبقى واعي، لأن الوعي المالي هو إنك تفهم إن كل قرار بتاخده النهاردة ليه تأثير بعد سنة وبعد 5 سنين، وإن الراحة المالية مش رقم في البنك لكنها علاقة صح بينك وبين المال. لو فضلت تشتغل من غير وعي هتفضل تبيع عمرك بالتقسيط، لكن لما تربط المال بالقيمة مش باللذة المؤقتة ساعتها حياتك كلها هتتغير. والسؤال الأخير ليك، هل أنت مستعد تواجه الحقيقة؟ هل مستعد تبص على وضعك المالي زي ما هو مش زي ما بتحب تتخيله؟ لأن اللحظة اللي تعمل فيها كده هي اللحظة اللي حياتك المالية الحقيقية هتبدأ. في الحلقة الجاية هنتكلم عن أخطر كذبة اتقالت عن المال، الكذبة اللي خلت ملايين الناس تشتغل طول عمرها من غير ما توصل. ولو حابب السلسلة دي تكمل اكتب كمل في التعليقات واشترك في القناة، لأن اللي جاي مش هيغير مالك بس، ده هيغير حياتك.